غدا سريع ومش هياخد معانا اي وقت وطعمه يجنن. هحضر معاكم النهارده طاسه سجق خطيره بالبطاطس بصوص كده حلو قوي. تعملوها في الفرن وتطلع طعمها يجنن. يلا بينا ونشوف حضرناها ازاي. اول حاجه هجيب معايا طاسه وهحط فيها معلقه واحده بس من الزيت لان السجق بيبقى فيه دهون. اول ما الزيت يسخن معايا هنزل بالسجق ومش هقطعه. لو حابين تقطعوه بعد ما يتشوح قطعوه علشان ما يتهريش معاكم وهو بيتشوح. هحطه كله كده طبعا على نار عالية جدا لحد ما ياخد معايا صدمة من تحت وبعد كده اقلبه يتشوح وياخد لون من كل الجهات كده زي ما انتوا شايفين. اول ما خد لون من تحت ابتديت ان انا اقلبه بهدوء كده علشان برضو ما يتقطعش معايا. طبعا على نار عالية وما بهديش النار تماما. اول ما السجق يتشوح معايا كله وياخد اللون ده هبتدي ان انا اشيله من الطاسة وفي نفس الطاسة هحط بقى بقية الحاجات اللي هضيفها. هشيل الاول السجق كده وبعد كده هجيب بصلايه كبيره وقرن فلفل اخضر او الوان زي ما تحبوا وحسب برضو كميه السجق والخضار اللي انتوا عايزين تضيفوها. هحط البصلايه هقطعها شرايح رفيعه والفلفل برضو هقطعه نفس الشرايح رفيعه. هنزلهم على نفس الدهون اللي نزلت من السجق وكمان معلقه الزيت اللي كنت مشوحاه فيها. اول ما يدبل معايا كده بسيط هضيف نص معلقه صغيره من الثوم مفروم. وبعد كده هقلب اول ما اشم بس ريحه الثوم، مش عايزه الخضار يتحمر معايا قوي بس يدبل معايا. اول ما اشم ريحه الثوم هحط 4 وحدات من الطماطم متقطعين شرايح كده زي ما انتوا شايفين. هقلب كل ده كده على نار عاليه وهضيف عليهم نص كوبايه من الميه. وكمان هحط ملح وفلفل اسود بس. انا مش هحط اي توابل تاني، السجق بيبقى فيه كل حاجه. وكمان رشه بسيطه من السكر عشان تعادل حموضه الطماطم. وهقلب كل بقى الكلام ده مع بعض كده ولحد بس ما الطماطم يعني تتشوح وتنزل ميتها كده زي ما انتوا شايفين. ضفت نص كوبايه من الميه عشان تساعد الطماطم انها تتسبك. وهسيب بقى الكلام ده كده يغلي غلوتين 3 بس مع بعض. في الوقت ده قطعت بطاطسايتين صوابع تخينه شويه كده زي ما انتوا شايفين واديت لها نص تحميره بس مش اكتر، يعني هي تدبل بس كده في الزيت وتاخد لون بسيط قوي. هنزلها على الخضار والطماطم وهنزل عليهم السجق اللي شوحته. مكان الصوص اللي نزل من السجق ده هحط عليه معلقتين 3 بس من الميه وهضيفهم عليها وتقلبتين وياخدوا غلوه واحده بس مع بعض. في الوقت ده هحضر الفرن معايا، هسخن الفرن كويس جدا. واول ما طاسه السجق تغلي معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هحضر بقى الطاسه او الصينيه اللي هتدخل الفرن. بالشكل ده شكلها خطير من قبل ما تكمل سواها. نقدر نسيبها على النار تكمل تسوية بس هي في الفرن بتبقى طعمها حلو قوي. هجيب بقى الصينية او الطاجن اللي هيدخل الفرن وهنزل فيه كل الحاجات دي وهظبط بس كده شكلهم. وهطلع السجق كده من على الوش على قد ما اقدر علشان ياخد لون تحمير حلو كده في الفرن. هدخلها الفرن ما بتاخدش ربع ساعة وبتكون بالشكل اللي يجنن ده. فتحت عليها الشواية دقيقة بس او دقيقتين وكانت شكلها وريحتها قلب البيت حرفيا. خطيرة زي ما انتوا شايفين كده، البطاطس متماسكة ومش مهرية وفي نفس الوقت دايبة. والسجق كل واحدة كده بوحدتها ولا متفتفت ولا مهري معايا ولا اي حاجة. خطيرة. مع رشة بقدونس بقى كده ودوقوا وقولولي رأيكم. طبق في منتهى اللذاذة والبساطة ما خدش معايا اي وقت تماما. وكان بالجمال والحلاوة دي كلها. شوفوا قد ايه السجق مستوي وقد ايه البطاطس دايبة وفي نفس الوقت متماسكة ومحافظة على شكلها. خطير. نقدمه بقى جنب رز ابيض او طبعا نعمله سندوتشات كده في العيش البلدي الخطير ده. ودوقوا وقولولي رأيكم لان الطاسة دي خطيرة. شايفين شكله يجنن. غدا سريع ومش مكلف تماما وما خدش معانا اي وقت تماما وكان بالتحفة دي. وبس كده اكون خلصت معاكم فيديو النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا منه وعجبكم الفيديو. وكالعادة ما تنسوش تقولولي رأيكم في الوصفة لو جربتوها وعجبتكم.